بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرحب بحضراتكم في رحاب هذه الحلقة، وهي الحلقة رقم 101 أو واحد بعد 100 بحوله تعالى. آه، ودعوني أتحدث قليلا، ولكن قبل ذلك دعونا نفتتح بما كنا ولا نزال وسنظل نفتتح به هذه الحلقات المباركات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركات يسرني سيداتي سادتي أن أرحب بكم في الحلقة واحد بعد 100 من قناة سلام الإعلامية المباركة. وبمناسبة مرور يعني بحمده تعالى استطعنا أن نبث 100 حلقة في هذا البرنامج، ويمكن أنا لأول مرة في تاريخ الإعلامي يعني أعدد حلقاتي في البرامج في الإذاعة والقنوات التي أظل أعمل فيها أكثر من 35 عام بحمده تعالى. لم أحصي عدد البرامج ولم أرقم حلقات برامج إلا في قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. على الأقل نعتز ونفتخر أننا قدمنا 100 حلقة في قضايا من قضايا اللغة العربية في الواقع الإريتري وغير ذلك، وهذه منة بفضل من الله سبحانه وتعالى تمكنا من تحقيقها. وهذه الحلقة هي رقم واحد بعد 100. وما كنت أظن يعني أنه سأتمكن بحمده تعالى أنه أستطيع أن أعالج في قضايا اللغة العربية بهذه الحلقات المستمرات، والحمد لله. ودائما في البرامج وفي الخارطة البرامجية، يعني عندما يصل المعد والفريق الذي يعمل وصل كذا من الحلقات، فتأتيه فكرة فيغير اسم البرنامج ويغير اللوجو بتاعت البرنامج وغيره. لكن يعني فيما يتعلق باسم البرنامج مع اللغة العربية، أنا سأظل أستمر في هذا البرنامج بهذا الاسم، لأنه لا تزال قضايا يعني تشرئب وتطل برؤوسها في مسألة من مسائل اللغة العربية، وخاصة في واقعنا الإريتري. وكان الهدف من البرنامج ولا يزال هو الوصول إلى المشاهد والمستمع الإريتري في الداخل وربطه بقضية من قضايا اللغة العربية. ولا تزال مسألة اللغة العربية هي من القضايا الملحة ومن القضايا الوطنية والمشروع الوطني الذي لم يحسم أمره بعد، نتيجة لتفاعلات سياسية ومؤامرات داخلية وخارجية. ولذلك سأتشبث بهذا الاسم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا مع اللغة العربية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن اللغة العربية هي محور أساسي ومرتكز في العقيدة الإسلامية، ولذلك بأبعاد دينية وأبعاد سياسية وأبعاد وطنية سأظل أتمسك بهذا الاسم وأستمر فيه إلى أن نصل إلى قناعة أنه ممكن أن نغير في عنوان البرنامج. وحتى لو تغير عنوان البرنامج، الأفكار والمعالجات اللغوية التي سنسير عليها لن تتغير. لذلك هذا ما وددت أن أقوله لحضراتكم في الحلقة الواحد بعد 100 في برنامج مع اللغة العربية. ويسرني اليوم آنساتي سيداتي سادتي أن أدخل بحضراتكم في مهرجان من مهرجان الأفراح، وهذا عنوان أول ديوان لشيخ شعراء إريتريا الأستاذ محمد الحاج موسى الموجود داخل الوطن. أتمنى له الشفاء والصحة والعافية. هو الآن في صحة جيدة، ولكن في فترات من الشهور السابقة كان يعني يستشفي، والحمد لله اليوم هو في أتم الصحة والعافية.
وهو شيخ الشعراء، شعراء إريتريا، بل أمير شعراء إريتريا دون منازع. ربما يعني هذه المسألة تحتاج إلى بيعة من الشعراء، أن يبايعوا هذا الشاعر ويقولون له أميرا وشيخا وما إلى ذلك. لكن للحالة التي نحن بها لا نستطيع أن نجمع شعراء إريتريا بالذات الموجودين في الخارج ومع الداخل لقضايا ومسائل سياسية ووطنية أنتم أدرى بها. ولكن أنا لم أذكر الأستاذ محمد الحاج موسى، وهو صحفيا كذلك ومربيا جليلا وأستاذا في الشعر والأدب واللغات كذلك. يبهرك الأستاذ محمد الحاج موسى إذا ما تحدث اللغة الإنجليزية، وأما اللغة العربية فهو شيخها وأميرها. بالنسبة للغة التجريت طبعا هو العمدة والركيزة الأساسية، يكتب بها شعرا جميلا وقوة في اللسان وقوة في التعبير. وإذا ما دخل وانسرب في اللغة التجرينية، ولكن كثيرون لا يعرفون أن الأستاذ محمد الحاج موسى برضو له صولات وجولات في اللغة التجرينية ويترجمها وقدم بها كذلك، وبيني وبينه أحاديث كثيرة في مسألة اللغة التجرينية. طبعا لا يذكر الشعر الإريتري، وإلا يذكر يعني في أسماء معينة كده لا تستطيع أن تتجاوزها. يعني عندما تفتح باب الشعر في إريتريا يطل بشموخ الأستاذ أحمد سعد رحمة الله عليه، ويطل معه مباشرة، هذا في ظني أنا، محمد الحاج موسى، ويطل كذلك محمد مدني، ويطل الأستاذ سكاب، والأستاذ كجراي رحمة الله عليهما جميعا، أولئك الشيوخ الكبار كجراي وسكاب. ويطل كذلك الشاعر الجميل شيخ الشعراء شاعر الحراز بابكر عوض الكريم رحمة الله عليه. وبعد ذلك يأتي كم هائل من الشعراء. أنا أحيي كل الشعراء، شعراء إريتريا الذين يكتبون بالفصحى الشعر الموزون العمودي، شعر الرجال، كما كان يقول شاعرنا وأستاذنا فراج طيب السراج. الشعر سمعونا شعر الرجال، بيقول الشعر العمود، الشعر المقفى، الشعر الموزون، شعر القضية يعني. وكان لا يؤمن بشعر الحداثة وشعر شعر بالذات آه، قصيدة النثر وما إلى ذلك. محمد الحاج موسى كما قلت لا يذكر الشعر، وإلا يأتي يعني بكبرياء، والكبرياء لله طبعا، ولكن يأتي بقوة الشعر والكلمة والقضية والوطن والجزالة والرصانة في شعر اللغة العربية. ويكفي أنه يعني أخذ شهادته الشعرية من مرابض الشعر وأرض الشعر العراق. يعني من قال شعرا وهو في بغداد دار السلام وفي أي مدينة من مدن العراق واستمع إليه العراقيون واستمع إليه اللغويون، فهو بلا شك وبلا منازع شاعر يعني أخذ لا يحتاج شهادة أخرى. وكذلك أذكر هنا على ذكر بغداد أستاذنا وحبيبنا وشاعرنا الجميل الكبير عبد الله عمر كرام، برضو من الذين يعني قالوا شعرا في بغداد. وبغداد طبعا هي يعني عاصمة الشعر، ولا يذكر الشعر ولا يذكر المتنبي وكل أولئك النجوم واللآلئ والكواكب الشعرية الأدبية. أستاذنا محمد الحاج موسى، أنا تعمدت أن تكون الحلقة 1 بعد 100 كمفتتح، واعترافا بدوره، واعترافا كذلك بمكانته الأدبية وأميريته ومشيخته في مسألة الشعر.
سأقرأ لكم جملة من الأشعار، وسأبدأ من أكبر قصيدة، وهي طبعا القصائد بالنسبة للشاعر كلها واحدة، ولكن يعني دائما يذكر الشعر وتذكر هذه القصيدة بقوة وشمول. عموما لا يذكر الشعر والشعراء في إريتريا، تطل هذه القصيدة كذلك بقوة في ذاكرة المجتمع الإريتري، وعنوانها مهرجان الأفراح. والناس لكن ما يعرفها مهرجان الأفراح، ولكن يذكرون منها أبيات. وهي قد كتبت، وهي قصيدة وطنية كبيرة كتبت في رحاب وشرف أيلول سبتمبر. وهذه القصيدة كتبها الأستاذ الحاج موسى محمد، يعني في الفاتح من سبتمبر عام 1982، وهي من القصائد القوية الشامخة نباهي بها الدنيا. وطبعا هذا الديوان طبع بشكل متواضع جدا، طبعا لا يليق بمكانة وقوامة الشعر بالنسبة لشاعرنا الأستاذ محمد الحاج موسى، ولكن تشكر الإدارة يعني أداة الفضائية للصحافة والنشر أن أخرجت أول ديوان شعر للأستاذ محمد الحاج موسى ولو بشكله المتواضع. كان ذلك في عام 2016، فلهم الشكر لدار أدال الفضائية للصحافة والنشر، كان هكذا اسمها زمان، ولكن يبدو لي فيها شيء من التغيير. وأنا هنا أحيي أستاذنا وحبيبنا الكاتب المقتدر المثقف إبراهيم إدريس، لك التحية أستاذنا. وأنا أتمنى والله يعني إذا رحب بالفكرة أن نستضيفه، لأنه دار أدال للصحافة والنشر يعني بتبذل مجهود في دعم اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى، ولكن تركيزه هو في مسألة اللغة العربية. وكما قلت إن هذا البرنامج عزيزي المشاهد يهتم ويسلط الأضواء على كل المنافذ التي تدعم هذه اللغة العربية بحوله تعالى. الديوان طبعا صدر بهذا الحجم كما ترون، فيه جملة من القصائد في 171 صفحة من الحجم المتوسط. الشيء الجميل في الديوان أنه أي قصيدة نشرت معنونة بتاريخها، وهذا شيء جميل. يعني تقريبا معظم القصائد، معظم أكثر من قريبا كم 90%، يعني لا تقرأ قصيدة وإلا تجد فيها التاريخ. وإن كانت التواريخ بالنسبة لقصائد الشعراء لا تعنيهم كثير، ولكن بالنسبة للقراء والناقدين والنقاد عفوا، وكذلك الذين يوثقون ويدرسون القصائد، يعني التواريخ هذه مهمة. فتشكر مؤسسة أدال أو دار أدال كما يحب أن يسميها، وهي وهكذا اسمها يعني. فتشكر المؤسسة على أن اهتمت بالجوانب التاريخية. مهرجان الأفراح أنا أتعمد أن أبدأ بها هذه الحلقة لأننا في شهر سبتمبر، الكفاح، ذكرى الكفاح المسلح للشعب الإريتري، وهي الذكرى 62. تطل علينا مناسبة سبتمبر في ذكرى 62. أنا لا أود أن أخرج من المنحى اللغوي، لكن إذا دخلنا في تلافيف سبتمبر، أبعاد وتداعيات الوطنية وغيرها، ربما نخرج من قضيتنا اللغوية. فدعوني نبدأ القصيدة هذا البرنامج بمهرجان الأفراح، وهو عنوان الديوان. ولكن قبل ذلك أيضا أنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمجموعة ألوان للآداب والفنون الإريترية التي كرمت الشاعر في مهرجانها السنوي الثالث الذي انعقد في ستوكهولم قبل أيام في السويد. أنا والله يعني أتقدم بعبارات الشكر والتقدير والعرفان على هذه اللفتة الكريمة، وكانت مشاركة ضمن المجموعات التي شاركت الأستاذة قسمة محمد الحاج موسى بنت الشاعر
الكبير الأستاذ محمد الحاج موسى. وهي طبعا برضو لها محاولات وكتابات في الشعر، وأتمنى أن تكون على مسار أبيها. الآن نأتي إلى قصيدة مهرجان الأفراح. وبين قصيدة وأخرى سأتحدث عن الشاعر قدر ما نستطيع إن شاء الله. دائما الشعراء عندما يبدأون قصائدهم بتساؤلات، طبعا يعني التساؤل ده حتى في القرآن الكريم، يعني هل أتاك حديث الغاشية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. التساؤلات الكبرى، طبعا في فرق بين الشعر والقرآن الكريم، وذاك كتاب الله وكلام الله، ولكن الشعراء طبعا يتأثرون بما قرأوه وبما يعني استقوه من معلومات ومن قراءات، وليس هنالك شاعرا مجيدا ما لم يكن له علاقة بالقرآن الكريم. والحاج موسى طبعا هو من الذين حفظوا القرآن ودرسوه وختموه ورددوه كثيرا. يعني لا يأتي شعر بهذه القوة والجزالة إلا أن يكون رجلا قرآنيا. فتساءل الحاج موسى، كان ذلك عام 82، قبل 2 وقبل 41 عاما تساءل. تخيل عزيزي المشاهد، تساءل هذا الشاعر الكبير و42 عام لا نزال في ذات المحطة، بل ذهبنا نحو الدرك السحيق. والشعراء هم يستشرفون المستقبل، فكأنه كان يعني يلامس. والثمانينات طبعا، عندما نعرف 80 خروج جبهة التحرير الإريترية من المسرح الميداني وانفراد الساحة بتنظيم واحد، ولذلك كان من حقه أن يتساءل ذلك الشاعر فيقول: هل أنت عيد وما نهدي تهانينا؟ هل أنت عيد وما نهدي تهانينا، أم أنت عرس وما نشدو أغانينا؟ أم أنت من دمنا المسفوح سارية، أم أنت من نصرنا المطموح سارينا؟ هل فيك من أمسنا المفجوع آهتنا، أم فيك من يومنا المشروع حادينا؟ أم فيك من حقنا المسلوب سرقتنا، أم فيك من حقنا المرغوب آتينا؟ أيلول تساءل بقوة: هل أنت يا عيد، هل أنت عيد وما نهدي تهانينا؟ ولذلك الشاعر الصادق مع واقع فقال له: هل أنت عيد وما نهدي تهانينا، أم أنت عرس وما نشد أغانينا؟ وأنت راجعت الجبهة ساعته وهو يتساءل، قل أنت عيد وما نهدي تهانينا، أم أنت عرس وما نشد أغانينا، أم أنت من دمنا المسفوح سارية، أم أنت من نصرنا المطموح سارينا؟ هل فيك من أمسنا المفجوع آهتنا، أم فيك من يومنا المشروع حادينا؟ أم فيك من حقنا المسلوب صرختنا، أم فيك من حقنا المرغوب آتينا؟ أيلول عفوك، أيلول عفوك إن فاضت مآقينا، واستبدلت وصفك الزاهي أغانينا. أيلول عفوك إن فاضت مآقينا، واستبدلت وصفك الزاهي أغانينا. يا أيها المولد الميمون في وطني، أنت الحياة بما فيها وما فينا. أيلول، أيلول كل فلا يرضى بتجزئة، نبض لأفئدة تحيا فتحيينا. 20 عاما وعام لم يزل غضبا يفجر الأرض زلزالا براكينا. 20 عاما وعام لم يزل غضبا يفجر الأرض زلزالا براكينا. تقرب شاهد لما فعلنا لها، تنسى الأيام ولا ينسى تبارينا. يا مهرجانا
يا مهرجانا من الأفراح مؤتلقا، عيدا وعرسا وحقا في ذرارينا. يا مهرجانا من الأفراح مؤتلقا، عيدا وعرسا وحقا في ذرارينا. عد من جديد لنا، فالحزن مزقنا والجرح غار إلى الفؤاد يضنينا. عد من جديد لنا، فالحزن مزقنا والجرح غار إلى الفؤاد يضنينا. جيش الرفاق الذي وحدته هدفا، تقسموه ولاء بين أيدينا. جيش الرفاق، جيش الرفاق الذي وحدته هدفا، تقسموه ولاء بين أيدينا. رفعت رايتهم بالأمس واحدة، واليوم صارت من الأصفار 20. هذه فصائلنا، هذه قبائلنا، وذي قياداتنا، وذي مآسينا. هذه قياداتنا، هذه فصائلنا، وذي قبائلنا، وذي مآسينا. هذا الزمان رديء جل حاضره، شر البلية شر صار يبكينا. هذا الزمان رديء، هذا الزمان رديء جل حاضره، شر البلية شر صار يبكينا. إذا رأينا خصاما قلنا واقعنا، وإن صفى قلنا طيف من أمانينا. إذا رأينا خصاما قلنا واقعنا، وإن صفى قلنا طيف من أمانينا. كل الخنادق قد تداخلت فرقا، هذه بنادقها تقابلت فينا. منذ المناطق، منذ المناطق في زيف ومهزلة، حرب محرمة شلت أيادينا. فأيهم رابح وأيهم خاسر؟ هم قاتل أو قتيل من أهالينا. أليست آلامنا جرحا ألم بنا، كلا وواحدة ظلت أمانينا. ونحن تجمعنا أرض معذبة، لوجهها كلنا كنا قرابينا. فهل تفرقنا أهواء ذي غرض، إن شاء ينشرنا أو شاء يطوينا. ونحن تجمعنا أرض معذبة، لوجهها كلنا كنا قرابينا. فهل تفرقنا أهواء ذي غرض، إن شاء ينشرنا أو شاء يطوينا. أيلول عفوك إن فاضت مآقينا، واستبدلت وصفك الزاهي قوافينا. أيلولنا الطلقة الأولى التي صدحت، رغم المواجع بالأفراح تأتينا. أيلولنا الطلقة الأولى التي صدحت، رغم الفواجع بالأفراح تأتينا. وأنت تعلم يا أيلول ظاهرنا، وأنت تظهر يا أيلول خافينا. 20 عاما وعام لم نزل غضبا نفجر الأرض زلزالا براكينا. أيامنا كلها نار ومعركة ومرجل فائر، شر ليالينا. هذه السعير إذا نادت لمالكها، هل من مزيد كأن الكف تحوينا. والهاون الأرعن المقذوف يمطرنا، بكل ما يكتم الأنفاس يمسينا. وبالنسيس ملكت جوا قذائفه، فتلك نرسلها وذي توافينا. والفكرس الجائر الأمام خندقنا، وذا الكلاش صليا كاد يصلينا.
ويحلب الجرانوف والناتو والسيمانوف والآر بي جي والبرين والأوزي يؤذينا، تأتي الذخيرة عن يمين خندقنا، فإن لوينا إلى الشمال تأتينا. هذا شاعر، هو أمير فعلا، أمير في الشعر. تأتي الذخيرة عن يمين خندقنا، فإن لوينا إلى الشمال تأتينا. كل العناقيد حلو أن تسميها، إلا عنقودية درت أفانينا. بين الحياة وبين الموت لحظتنا، أنحن نسبقها أم هي تفنينا؟ وما أبرئ نفسي فهي تأمرني بالجبن حينا إذا طاوعتها حينا. لكنه قدر، لكنه قدر اختار نخوتنا، هو القضاء ونحن اخترنا قاضينا. لكنه قدر اختار نخوتنا، هو القضاء ونحن اخترنا قاضينا. لكنها شيمة من بعض همتنا، إذا دعينا تقدم قالت آمينا. حتى هبطنا خفافا في تقدمنا، فلا الشظايا ولا المنايا تثنينا. هو السباق وما ندري تنافسنا، من كان أولنا من كان تالينا. هو السباق وما ندري تنافسنا، من كان أولنا من كان تالينا. فكلنا رائد في الصول نعرفه، وكان في الهدف المرجو تلاقينا. وكلنا صامد والأرض ملحمة، وكلنا قائد كما عواتينا. إريتريون اقتحمناها مزلزلة، جئنا بأبطالها أسرى مساكينا. كل البطولات في التاريخ داخلها فن التخيل تهويلا وتزيينا. إلا بطولتنا جاءت مبرأة، فالفعل نبدعه والقول يعيينا. هذه من أشهر الأبيات التي يكاد يحفظها ناطق العربية في بلادنا. كل البطولات في التاريخ داخلها فن التخيل تهويلا وتزيينا. إلا بطولتنا جاءت مبرأة، فالفعل نبدعه والقول يعيينا. كل الألفاظ التي ندريها لم تفنا، ماذا نسميك أو ماذا تسمينا؟ استعطف الحرف كي يجلو معانينا، واستنطق الشعر أن يحوي معانينا. استنطق الحرف كي يجلو معانينا، واستنطق الشعر أن يحوي معانينا. فيرفض الحرف طورا في تمنعه، ويفلت الشعر أطوارا يجافينا. فإن حبى مرة في لوحة نطقت، أقول ما أروع الإبداع تكوينا. لك التحية أستاذنا أميرنا وشيخنا. تأتي بأروع منها لوحة نطقت من الدماء التي روت غالي روابينا. من واقع الأرض والإنسان في وطني، أبدعتها منانا من مآسينا. إذا تخيل عقل ما سيرسمه، أتيت روحا له وجئت تلوينا. يا أيها الموعد المرقوب في وطني، يا أيها الموعد المرقوب في وطني، عيدا وعرسا ونصرا في تبارينا. سيذكر الزمن المنسي ماضينا، ويشغل الزمن المرجو آتينا. يبقى الكلاشن ليلانا ونعشقه، والطلقة الحب نهواها وتسبينا. ويبقى سبتمبر العملاق رائدنا، حتى يزلزلها يأتي حماسينا. الفاتح من سبتمبر 1982. أيها الإخوة المشاهدون، أتوقف قليلا ثم نعود إليكم في رحاب هذه الحلقة رقم 1 بعد 100 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة رقم 1 بعد 100 في برنامج مع اللغة العربية.
ولا نزال مشاهدينا الكرام في رحاب شاعر وأمير الشعراء وشيخ الشعراء، شعراء إريتريا طبعا، الأستاذ محمد الحاج موسى، له التحية والسلام الذي يليق بمقامه الكبير. طبعا بيني وبين الحاج موسى يعني ذكريات. وأنا الحقيقة الأستاذ محمد الحاج موسى شاعرنا الكبير لم أتعرف به ولم يحصل لي الشرف إلا داخل إريتريا، حيث كان هو في العراق وأنا كنت في السودان. كلاهما وطنان عزيزان بالنسبة لنا نحن الشعراء. ودائما أقول أنا إنه ليس هنالك شاعرا له وطن محدد. وأنا أخذ منطلقي من أبيات قالها العقاد رحمة الله عليه. قال في قصيدة مشهورة: شذا زهر ولا زهر، فأين الظل والنهر؟ قال: خذوا دنياكم وهذه، فدنياواتنا كثر. دائما أنا أستشهد بهذا البيت: دنياواتنا الشعراء، يعني لا تحدنا هذه الحدود الوهمية الاستعمارية. فدنياواتنا كثر، مش عندنا دنيا واحد ولا دنيا وين، دنياواتنا كثر يعني، فلنا أكثر من دنيا. ولذلك كل وطن بالنسبة لي يحترم اللغة ويحب الشعر واللغة العربية، وهكذا هي أوطاننا. ولذلك السودان والعراق وسوريا ولا بلاد الدنيا هي بلادنا يعني. وهذا ليس نكرانا، لأننا ننتمي أيضا إلى جغرافيا صغيرة اسمها حاجة اسمها إريتريا. فالحاج موسى كانت سانحة طيبة. أنا تعرفت عليه في أسمرة، وكان ساعته في قسم المناهج لا، كان ساعته في مرقاش بركة مدرسا ثم مديرا. بعد ذلك جاء إلى قسم المناهج في أسمرة. وحيثما كان هو هناك في القاش بركة كنا نلتقي في أمسيات، شاركنا في أمسيات شعرية كثيرة، وجلسنا بالليالي نحكي عن أشعارنا التي أحيانا لا نستطيع قراءتها في أي مناسبة كانت، لأنه أحيانا الظروف لا تتركك يعني تقرأ كل شيء أنت كتبته، شخصية وعامة. ولكننا كنا نحكي أشياء ونحكي أيامنا وذكرياتنا وما إلى ذلك. أستاذ الحاج موسى كما أعزه وأحترمه برضو يقدرني ويحترمني، وله الشكر الجزيل. وأذكر ذات يوم، أنا بهذه المناسبة دعوني أتحدث للتاريخ يعني، في يوم من الأيام طلبت مني الجبهة الشعبية يعني قسم الشؤون الثقافية إنه نشارك في واحدة من احتفالات فنقل، يعني المعركة التاريخية لتحرير مدينة مصوع. فدعيت أنا والأستاذ محمد الحاج موسى والأستاذ عبد الله عمر كرام من الشعراء العرب يعني، وكانوا من شعراء التجرينية برضو أخونا أسمروم هبت مريم، وأخونا كاتب النشيد الوطني سأذكر اسمه من قسم التجري، أستاذ سلمون سهية، له التحية والسلام، الشاعر الكبير الناقد والرجل اللغوي سلمون سهية. ومن شعراء التجريت كان أستاذنا وشاعرنا الكبير الأستاذ موسى مندر، له التحية والسلام الذي يليق به، فشاعر مجيد يعني، وما كتب قصيدة إلا قرأها لي، وما كتبت قصيدة إلا قرأتها له. فكانت بيننا جلسات. فذهبنا إلى مصوع في واحدة من عمليات فنقل، ولآل مصوع ولأحبابنا هناك لهم التحية. فالأستاذ سلمون سهية هو كان منسق الشعراء، فقال لي طبعا القراءة كانت في موقعين: واحدة في طوالوت اللي هي بالقرب من في المواقع بتاعت الدبابات يعني، المجنزرات يعني، تايجر والمجنزرات الثلاثة الموجودة في طوالوت، هي بتجسد الملحمة بتاعت فنقل يعني. وأنا دائما أقول عملية فنقل، العملية دي ابتسار للجسارة والبطولة التي أكدها الجيش الشعبي يعني، ولذلك أنا بسميها معركة وملحمة يعني.
وبطولة، يعني بطولة فنقل يعني. عملية هذه شوية هي مأخوذة من تجرينيا كده يعني، ولكن هي لم تكن مجرد عملية، كانت ملحمة العبور، يعني العبور إلى التحرير يعني. بعدين الأستاذ سلمون سهيف يقول لي أنا كنت المنسق مع الشعراء العرب، شعراء أساتذتي الكبار يعني، ولكل لغة برضو كان منسقة، فلا بس كان يقودنا الأستاذ سلمون سهيف. قال لي الأستاذ سلمون سهيف، قال لي شريف أنا وأنت سنقرأ هنا في طوالوت. وأنا والله أقول هذا للتاريخ، وتأكيدا على مكانة هذا الشاعر عندي يعني، الأستاذنا يعني أمير وشيخ الشعراء. فقال لي سنقرأ أنا وأنت واحد من قسم التجري هنا، والبقية حيقرأوا في جزيرة الشيخ سعيد في المساء يعني. وطبعا يعني أي شاعر يحب يتمنى يقرأ، هذا هو الاحتفال الرسمي يعني. وذاك برضو احتفال يحضروه نفس المجموعة، لكن في الليل يعني. فقال لي أنا وأنت سنقرأ هنا، والبقية الزملاء يقرأوا هناك. والآن يستمع إلي الأستاذ سلمون سهيل، له التحية ولأسرته، ويستمع إلي كذلك أستاذنا وشاعرنا وشيخنا أمير الشعر العربي الإريتري أستاذ محمد الحاج موسى. فقلت له ماذا قلت أستاذ سلمون؟ قال لي أنا وأنت حنقرأ هنا والجماعة يقرأ هنا. قلت له لا، هنا يقرأ معك الأستاذ محمد الحاج موسى، أنا أقرأ هناك بالليل يعني. فاستغرب وتعجب الأستاذ سلمون سهيل، قال لي كيف انتهيت بالله شريف؟ قلت له زي ما قاعد أقول لك هذا الاحتفال الرسمي، لا يمكن أن أتقدم أستاذي وشاعري وأميري الأستاذ محمد الحاج موسى. وأستاذ سلمون سهيل ما كان يعرف محمد الحاج موسى ساعتها المعرفة التي يعرفها به اليوم يعني. فقال لي أنت متأكد؟ قاعد تقول أنت تقرأ بالليل والأستاذ محمد الحاج زي ما قاعد تقول يقرأ هنا؟ قلت له نعم. لماذا؟ قال سألني، قال لي سلم انت يعني. هو طبعا ما في شك انه كلنا ساعتها مؤتمنين للتنظيم وللحكومه، نتماهى مع القضايا الوطنيه يعني. فقلت له لانه هو اشعر شعراء اريتريا. معقوله؟ قال لي. قلت له نعم. كيف؟ قال لي يعني احنا ما بنعرفه. قلت له يا اخي انت ما بتعرفه، لكن الشعب الإريتري كله يعني الناطقين بالعربية يعرفوه، وغير الشعب الإريتري الأمة العربية دي كلها بتعرف. قلت له هذا شاعر قرأ شعره في بغداد، أنا لم أقرأ في بغداد، أنا قرأت في السودان يعني، وفي إريتريا وأعتز بذلك. فقال لي هذه هو أكبر. قلت له ده شيخي، أستاذنا في الشعر. غير ذلك برضه هو رجل يعني برضه أكبر مني عمرا، يتقدمني شوية يعني، وفي نفس الوقت برضه يعني رجل يعني وكأنه له كل احترام وتقدير، لا يمكن أن أتقدم على الشاعر. فتعجب، ولكن في نفس الوقت أكبر في هذه الروح. قال لي لأول مرة أنا أشوف يعني واحد تقول له تعال يا أخي أقرأ، حيث الاحتفال الرسمي يعني، فيقدم آخر عليه. قال أنت هذا الرجل تعز وتحترمه؟ قلت له نعم. الذي لا يحترم هذا الشاعر ولا يعز ولا يقدر ولا يعطيه مكانته هو لا يفقه في الشعر، بل هو متطاول ودخيل على مسألة الشعر وكذا. وبهذه المناسبة أنا أهدي هذه الشهادة إلى أولئك الذين ناصبوه العداء من غير وجه حق يعني، فقط لأنهم يريدون أن يتقدموا. والرجل متواضع، والرجل أستاذ محمد الحاج موسى أنا لم أرى شاعرا يعني مع كل قوة وجزالته. وأنا لا أنكر يعني، أنا أستل سيفي في مواضع كثيرة يعني. محمد الحاج موسى حتى لو استل سيفه استله بأدب وباحترام وبهدوء، وقصائد كل معارك يعني، لكنه لا يدخل في مواجهات يعني كما يواجه ويعمل بتاع. وهو رجل متصالح مع نفسه،
وعارف مكانته كويس. يعني محمد الحاج موسى ممكن يجلس ويستمع إليك هكذا بالساعات ولا يتحدث إلا أن تطلب منه الحديث. أما في المسرح فهو ملك المسرح. وتعرف منابر جبهة التحرير الإريترية وأمسياتها الثقافية والمربد وليالي العراق. عندما أنا بأمانة يعني كنت بستفيد من مكانته وخبرته وتجاربه وقوته وحضوره في المسرح. ويقول لي أنت برضو يعني كده بتاع، لكن هو يعني أنا حقيقة أنا أقول بأمانة أنا أعرف أنه برضو لله الحمد من قبل ومن بعد برضو للمسرح لنا فيه صولات وجولات، لكن ليس كالأستاذ. الأستاذ محمد الحاج موسى يعتلي المسرح ويقدم يعني أنت لا تملك نفسك إلا أن تكون مشدوها ومنتبها يأسرك، سواء كان قرأ الشعر أو قدم أو قرأ النثر بأي لغة كان، فهو ملك المسرح. أما في فن الأداء الشعري و... وقراءة القصائد فهو سيد القراءات بأمانة بدون أي مبالغة. الحمد لله أنا لي برضو أسلوبي وحضوري في القراءة ليس يعني وليس كل الشعراء يقرؤون جيدا أشعارهم على فكرة. وخير مثال على ذلك أمير الشعراء أمير الشعراء أحمد شوقي. برغم من قوة شعره وغزارة إنتاجه وما في موضوع ما كتب فيه شوقي، أي حاجة كتب فيها. وده اختلافه بين حافظ إبراهيم. حافظ برضو رجل مجيد شاعر النيل، ولكن كان يمتاز عنه شوقي أنه كتب في كل المجالات، كل المجالات، لم يترك مجالا في هذه الحياة وإلا كتب فيه الشعر، وقوي طبعا شعره ما في شك، أمير الشعراء. أستاذنا الحاج موسى كان من الذين يعني يتفننون في الشعر. وأنا هنا قبل أن أدخل إلى قصيدة أخرى لهذا اغتالوني، الناس ما بتعرف القصيدة دي كثير. كتب هذه القصيدة أستاذنا محمد الحاج موسى عام 1979. هي من القصائد القصار وأنا سأقرأها وبعدين أقرأ قصيدة ثانية. أولا أعتذر وأنا أقرأ قصيدة مهرجان الأفراح. أرجو أستاذي وأميري وشيخي أن لا نكون قد حرفنا في قصائدك ولخبطنا فيها في القراءة، فاعذرنا إذا لحنا فيها شيء من ذلك اللحن. يعني أتمنى أن أكون قرأتها بالطريقة التي ينبغي أن تقرأ. مهما حاولت مهما اجتهدت لن أصل إلى مستوى أستاذنا محمد الحاج موسى. وحييت مرة ثانية حيث يقيم في البلاد. قال لهذا اغتالوني، قال لأني رفضت تهريج الكبار. قصائد التفعيلة. لأني رفضت تهريج الكبار، لأني فضحت جهاد الحوانيت خلف الكواليس خلف الستار، لأني أعري نضال المعيشة يمارس وضح النهار، يقولون عني غريب الأطوار. لأني قصصت حكاية ودون ابتداء بدون نهاية، كشفت جميع الخفايا وقلت بأن تاريخ الضحايا يعلمني أن فرعون مهما طغى وجميع العرايا سيكشف طفل حقيقتهم في الولاية، فيضحك صبياننا وتندى من خجل خدود الصبايا. لأني قصصت الحكاية، لأني سميت أبطال الرواية، أفتى الكبار بأني صبي مغرور مجنون الهواية، لأني أخبرت صديقي ذات مساء بأني سئمت الخطابة والخطباء، فتحت الأضواء يقوم خطيب يردد عهد الوفاء، ويقسم باسم التراب بحق السماء، ويقسم بالمساكين وبالضعفاء وبالكادحين وبالفقراء أن
سيضحى، وأن سيواصل درب الفداء، وأن الجماهير، كل الجماهير مدركة للقضاء، وأن الجماهير، كل الجماهير واعية ما تشاء. لأني أخبرت صديقي ذات مساء بأني سئمت الخطابة والخطباء، فتحت الأضواء يقوم خطيب يردد عهد الوفاء، ويقسم باسم التراب بحق السماء، ويقسم بالمساكين وبالضعفاء وبالكادحين وبالفقراء أن سيضحي، وأن سيواصل درب الفداء، وأن الجماهير، كل الجماهير مدركة للقضاء، وأن الجماهير، كل الجماهير واعية ما تشاء، وأن ويقسم ألفا وألفا وألفا، ويعطي بكل سخاء، وحين يجيء الظلام ويعود صاحبنا للخفاء، يعود يمارس باسم النضال التجارة، يعود يمارس باسم الأخلاق الدعارة، يعود يسر لخاصته بأن الجماهير، كل الجماهير تعاني الغباء، وأن عقدتنا وأصل البلاء في أن الجماهير، كل الجماهير قطيع من الجهلاء، وأن من ناضل أو لم يناضل، وباسمها من تاجر أو لم يتاجر، لديها سواء. لأني أخبرت صديقي ذات مساء بأني سئمت الخطابة والخطباء، وأني قرفت رجال القبيلة، شيوخ الصباح، صبيان المساء، أفتى الكبار بأني كفرت بأصل الزعامة والزعماء، وأن ما قلت وما قد أقول هراء، وأصدر قاضي قضاة القبائل ظل المساء بيانا جديدا ليكفل قتلي دون اعتناء. 1979. لا تعليق. مشاهدي الكرام، طبعا من قصائد الكبار قصيدة خديجة كتبها بعد التحرير، لم يحوها ديوان شعره، ودعونا نتصفح هذا الديوان. وأنا سأختم على غير العادة بكلمة للأستاذ محمد الحاج موسى في ديوانه الصغير. يعني طبعا الأستاذ محمد الحاج موسى قصائده مثل جماهير وأحبابه، يعني لا تحصى ولا تعد. لكن هنا في هذا الديوان نشرت تقريبا مجموعة من القصائد، منها يا بلادي، الميلاد، الجرح، هذا أنا، القسم، أهلا، نشيد أيلول، معا، الضمير، مهرجان الأفراح، لهذا اغتالوني، وللطبيعة حديثها، الإجابة والسؤال، تفجر صبرنا، عهد، كرام الناس، هو التحدي، هو التحدي. القصيدة دي العنوان في قصيدتين: عذاب، يوم الغضب من الأحزان، شهادة، وقبل، تباركت، غناء، أوان الشد، لا تعجلي، إقامة، تحية للسودان، صدق رؤاك، وحدة، لعنة، وحدي، موقف. الحاج موسى يتميز كذلك بالعناوين المقتضبة، وبمعنى عناوين قصائده نحن تأخذنا مرات عناوين طوال. وهنا أذكر صديقي وأخي المرحوم العزيز سعيد حميدان، توفي من أبناء غردات، توفي رحمة الله عليه
شابا مأسوفا عليه، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وسع مدخله. هو صديق طفولة وصديق الشباب يعني. ولآل حميدان التحية والمحبة يعني. فكان يقول لي يا شريف، أنتم شعراء إريتريا الذين تكتبون بالعربية عناوين القصائد طويلة فعلا، عناوين القصائد طويلة يعني. ولاحظت أنا وتذكرت أنا وأنا أقرأ عناوين قصائد الأستاذ محمد الحاج موسى، في الغالب هي كلمة واحدة أو كلمتان. آه ولذلك ربما خروجا من تلك الملاحظة أو استفادة منها، أنا قصائد الأخيرة بسميها بالقافية. بدأتها بالميمية، سميها ميمية شريف، نونية شريف، رائية شريف، ولامية شريف، وهكذا عشان أخرج من تلك المسائل. فأنا برضو بكتب عنوان القصيدة في الغالب يعني هكذا، في الغالب يعني معظمها هي أشبه بثلاثة أربع كلمات، والمفروض أن تكون العنوان يعني ما طويل يعني. ولذلك محمد الحاج موسى يمتاز بأنه قصائده عناوين كلمة واحدة. لم يتبقى لنا عزيز المشاهد إلا بضع دقائق، ولكننا خلوني أنا أحكي موقف كده. وهو رجل أستاذ محمد، على الرغم من أنه برضه قوته وجزالته في الشعر وجديته في الحياة، برضه هو رجل يعني مرح، ورجل لا يجلس مع الأستاذ محمد الحاج موسى وإلا تتداعى الطرف المليحة والطرف الجميلة من هنا وهناك. وعنده ضحكة جميلة. أنا أزعم فأقول الشعراء عندهم ضحكات كده ليست كل ضحكات الناس يعني، لأنه شاعر يعني. والشعراء طبعا هم ما كل الناس شعراء يعني. والحاج موسى برضه عنده ضحكة جميلة يعني، فيها رنات وفيها اتكاء أو استراحة جميلة يعني. أنت لما تسمعه يضحك تستريح معاه يعني. فذكر لي مرة قال إنه مشى وهو في القاش بركة يعني. فقال يبحث عن زول كده يعني. والمتحدث له، المتحدث إليه كان من أخوانا من التقرين يعني. فأستاذ الحاج موسى التقرين حقه فيها لكنة كده، لكنة بركاوية يعني وجميلة يعني. فقال له أكل له، قال له يعني فلان موجود، قال له يلن، قال له ما موجود. فمعروف الأستاذ أستاذ محمد، تقول أستاذ محمد الحاج موسى لابد أن ترفق أستاذ يعني. ما في زول يقول ناشفة كده محمد الحاج موسى، الأستاذ محمد الحاج موسى، ومعروف هكذا، والشاعر طبعا. فقال له يلن. فالزول اللي قال يلن يعني ما موجود، فقال له من مسيوني يروح له يعني. نقول له مين كان جاك يعني. فأستاذ مسيو كان يروح له، قال له أستاذ. فالأخ التقرينيا أخذ أستاذجي، أستاذ أستاذجي مسيوني يروح له، قال له هو أستاذ قبل بقى. فلأنه أستاذجي في التقرينيا في تخلزجي وفرزجي وفي أسماء كده تنتهي بهنا بزقي يعني. وزقي بمعنى يعني الخالق الفاطر يعني، فاطر السماوات. فحتى لما دار تستغيث تقول ازقيو يعني يا لطيف يعني. فاستاذ هو ذاك فيما استاذ جي يعني. استاذ جي مسيني يروح له، اقول له استاذ جي كان جاك، قال له ايوه استاذ جي، بقول له. فقال لي يا اخي سميت شكل استاذ جي تقال. فانا لما الاقيه ضحك طبعا الاستاذ محمد لما قال له استاذ جي مسيني، هو استاذ قبل له بعد يضحك، وذاك تعجب واستغرب. فحكى لي استاذ محمد الحاج موسى براه. فانا لما دار دعوه اقول له استاذقي، اقول له واستاذقي طبعا قريبه برضه للغه اهلنا البلين يعني. استاذقي لما تقول برضه فيها معنى، فيها نغمه كده بليناويه. واستاذقي لما اقول له يضحك. وطبعا في فتره من الفترات الاستاذ محمد الحاج موسى شاركنا في جريده الرساله الحديثه كمدقق لغوي، وكانت من أجمل أيامنا والله. أنا كنت في نيابة رئاسة التحرير والأستاذ محمد الحاج موسى، لأنه كنا بنعاني من الأخطاء المطبعية
ولا بد أي جريدة يكون فيها مدقق لغوي. فما بالك تخيل الأستاذ محمد الحاج موسى يقبل هو بذلك القدر من المكانة في اللغة العربية، قبل أن يعمل يعني مشكورا في الجريدة مدققا لغويا يعني. أيها الإخوة والأخوات، سأتوقف هنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة في مهرجان الأفراح مع شيخنا وأمير الشعر العربي الإريتري الأستاذ محمد الحاج موسى. لك التحية أينما أقمت وأينما حللت ورحلت أستاذنا وشيخنا، ولجمهور الأستاذ محمد الحاج موسى التحية، وله جمهور عريض داخل الوطن وخارجه. ولكم التحية مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. في الختام يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.